نروح، ما عاد استشعلات، ما عاد استشعلات. أنا أدعوهم من باب الإنسانية يعني. ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا الفيديو. ظهر هذا الحاج من مصر يناشد إلى من يهمه الأمر أن يحل قضية. كان نتج عن ذلك تقريبا الهوشة التي ظهرت في العيد في رمضان، وهو كان من ضمن اللي دخلون يبترعون في الشارع. هو مريض ونسأل الله أن يشافيه، ونرجو منه يستطيع أن يوقف معاه، فهو في أزمة وفي كرب، وخاصة في بلاد الغربة ومرض وتعب. نتابع الفيديو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المواطن اليمني من صنعاء، ناصر علي حسين الأجول. دخلت أتعالج من الورم، عندي ورم في الغدد 16 غدة من تبع عندي بالورم. ودخلت معي ولدي الوحيد مع مرافق معي، يشلني ويحطني ويعالجني. قد لنا 9 شهور أنا في مصر، قد بعناه كل ما هو علينا غالي، بعناه حسب نتعالج. لا يوم العيد حق رمضان خرجنا نصلي صلاة العيد، ورجعنا شفنا الفرقة الثقافية اليمنية في مصر، هي عايشة في مصر. هذا حق البرح هذا والبزمار تمام. لا خرجوهم كل سنة، والفين يخرجوا يحتفلوا حق نص ساعة ويرقصوا ويبتلعوا بعد العيد. بعد ما صلينا العيد خطينا شفناهم الفرقة هذا بيبتلعوا. خطيت أنا وابني، دخل ابني ابتلع بينهم. أثناء وهم بيبتلعوا حصلت خناقة باللهجة المصرية، خناقة جنبنا هنا في شارع 20 بين واحد يمني من اخواننا من الجنوب ومصريين، تعصبوا عليه، تقاتل هو وياهم وراحوا لهم. كل واحد يعلم ما حصل شيء، لا دم ولا كذب ولا حصل شيء. والعشي طلبوا رئيس الفرقه هذا، قال لهم نشتوا خبرتكم، خبره دقيقه مع التعاون. طلعوا واحتبسوا من يوم العيد لا حتى التاريخ. القاضي امر بالافراج عنهم بكفاله 50,000 جنيه، يعني 1000 دولار لكل واحد. أنا فلت مرضي وعلاجي وكله، وديت ما هو متعالج به لابني في كفالة يطلعوه، واليوم ولا قد طلعوه ولا شيء. قلت لي يجي نص 15 يوم من عنده بعد الكفالة ولا قد طلعوه. الحين أنا أناشد الأمن المصري وأناشد النيابة المصرية، وأقول لهم بحق الإنسانية، يعني من باب الإنسانية، ويرحموا هذا الشيب الضعيف المريض ومرض خطير. يطلبوا ابني، يطلبوا ولدي يعالجني أو أروح، ما عاد علاج. قد ادينا حق العلاج في كفاله، ما عندنا علاج، اشتي اروح. انا قد ربما صوتي ضعيف ما حد بيسمعه، وانا نسيت ما ارفع صوتي، وان احنا في نفس التوامه. حمى اشتي ابني يفرجوا عنه، يرحموا ضعفي ومرضي، يرحموا المرض الورم اللي فيني. واناشد النيابه المصريه والامن المصري ان يطلقوا ابني يفرجوا عنه، نروح، ما عاد علاج، ما عاد علاج. أنا أدعوهم من باب الإنسانية، يعني الأمن المصري والنيابة المصرية أن ينفذوا الأمر اللي قد أمر القاضي به، ويفرجوا عن ابني. أروح صنعاء، ما عاد علاج. وهذا مناشدة من ذي الشيبة. أنا أرجو من الأمن المصري والنيابة أن يرحموا ضعفي ويرحموا شيبي. تحياتي لكم، الله يرضى عليكم.